يا مساء الفل، عاملين ايه؟ ايه لا يعني اجمدوا كده، احنا لسه في الاول ولا هتعملوا ايه بقية الايام؟ انا طبعا عارفه ان انا ايقاعي مش احسن حاجه يعني، بس ان شاء الله هنظبط مع بعض يعني، هزقوا معايا رمضان ان شاء الله وهنظبط يعني. انا كل يومين هنزل لكم حلقتين علشان هيبقى صعب ان انا انزل كل يوم، فان شاء الله الدنيا تمشي يعني بالطريقه دي. انا رمضان بالنسبه لي لما كنت صغيره كان فوازير ومسلسلات، مؤخرا بقى رمضان بقى بالنسبه لي الصيام والتراويح. انا بحب اصليها في البيت، ما بحبش اصليها في الجامع. انا بحس بالخشوع اكتر في البيت يعني، بحس كده في خصوصيه اكتر وفي هدوء. الجامع بروح بلاقي ستات كتير بياخدوا معاهم ولادهم صغيرين وبيقعدوا يعيطوا، ما بحسش بروحانيات رمضان يعني. صلاة التراويح دي طبعا اهم حاجة فيها الدعاء. احنا كل سنة بنقعد يعني عارف مجهزين الويشنج ليست كده، مجهزين الادعية اللي احنا هندعي بيها في رمضان على حسب بقى ايه، على حسب التارجت اللي احنا مخصصينه السنة دي يعني. هو الكلام على ايه؟ احنا شغل، جواز، سفر، متوجهين في الشهر كده رمضان هيدخل، احنا هندعي الدعوة الفلانية. السنة دي بقى انا مركزة على دعوة معينة ومعلقة معايا يعني، ربنا سبحان الله مجريها على لساني. بدعي بقول كل ما اسجد اقول، الاقي نفسي بقول اللهم اني اسالك طمانينه وسكينه وسلام. سبحان الله يعني، وكل شيء ادعيه وانا متاثره. فانا مؤمنه ان الدعاء ده رزق. انت لما ربنا بيرزقك دعوه او بيخليك مركز على دعوه معينه، فده معناه انه ربنا هيرزقك الرزق ده. بس هي الدعوه نوع من انواع الاخذ بالاسباب. اتمنى ان شاء الله ان ربنا يرزقني يعني السكينه والسلام والطمانينه يعني. لما فكرت بقى مع نفسي سالت نفسي هو انا ليه بقيت بحب ادعي الدعوه دي؟ احنا في النهاية اي حاجة احنا بنبقى عايزينها، سواء شغل، جواز، ننجح في الامتحانات، نخش كلية معينة، بيكون هدفنا ان احنا نحس بالسعادة، صح؟ السعادة اللي هي السلام الداخلي، نبقى مبسوطين ان احنا حاسين بطمأنينة، ان احنا فرحانين باللي احنا حققناه. بس انا اكتشفت حاجة مهمة يا جماعة، ان لو انت فعلا العالم الداخلي بتاعك مضطرب، لو حققت اي انجاز في الدنيا مش هتحس بيه. ده بالعكس، ده انت كمان حتى لو حققت حاجه وانت عالمك الداخلي مضطرب وتفتقر للسلام الداخلي، هتلاقي نفسك بتبوظ الحاجه دي. فالاساس انه من جوه لبره يعني، انا بصلح اللي جوه فاللي بره بينصلح. هو ربنا قال كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت اللي جواك لما ينصلح كل حاجه بره هتنصلح، يا هيجيب لك الحاجات اللي انت عايزها، يا هيرضيك بالوضع اللي انت فيه، وفي كل الاحوال انت كسبان. عايزاكم تقولوا لي بقى في الكومنتات يعني ايه الدعوه اللي معلقه معاكي السنه دي؟ يعني انتوا السنه دي مثلا ايه الدعوه اللي معلقه معاك اكتر؟ يعني انت بتدعوا بايه السنه دي؟ يعني اكتبوا لي كده في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو جديد، ورمضانكم سلام.